افتح لنفسك مجالات من خلال، لو انت في الدراسة كل سنة بتاخد فترة تدريبية في مكان، تتدرب في كذا مكان، افتح نفسك كذا مجال، بس ما تشتتش نفسك ان انت كل اجازة فعلا. يعني انا مثلا على سبيل المثال قعدت اجازتين او 3 بشتغل في اللوجيستيك، فهو ده اللي خلاني اشتغلت في اللوجيستيك، لان انا حبيت اللوجيستيك، حسيت ان هو ايه الدنيا ماشيه فيه. فافتح لنفسك كذا مجال قبل التخرج، او اوريدي لو اتخرجت ومش عارف تشتغل ايه، جرب عيش كل سنه في مكان مختلف، خلال 3 4 سنين تلاقي نفسك عرفت. ما تستعجلش، وممكن توفر على نفسك التجربه من خلال انك تسال الناس. عشان كده بنقول يا جماعه خلي يبقى ليك امباسادور يوجهك للطريق اللي انت ممكن يكون ضبابي بالنسبه لك. الكليه مش نهايه المطاف، بالعكس الكليه مش بتحدد مصيرك، الكليه هي البدايه مش النهايه. ياما ناس اتخرجت من طب اللي الناس كلها بتجري عليها وبتشتغل في البورصه وناجحه في مجالاتها. 80% من خريجين هندسه كارير شيفت، شغالين في مجالات مختلفه ملهاش اي علاقه بالهندسه اصلا، بس بيبقى في بيزك نوليدج كده بتساعدهم، زي بقى ازاي يتعامل مع الارقام، ازاي بيحلل الداتا بتاعته، يبقى شاطر عن غيره لان ده شغله. تمام. فالكليه شيل من دماغك فكره ان انا دخلت كليه حقوق فانا هشتغل في الحقوق. لا، انت ممكن تبقى خريج حقوق وشغال في السيلز، او شغال اتش ار، ممكن شغال اكتر من حاجه ملهاش يعني ايه علاقه بمجال دراستك عامه يعني، ممكن تبقى مندوب. فبالتالي انت اللي بتحدد مستقبلك هيبقى ماشي ازاي، مش الكليه بتحدد مستقبلك. تقرر تدخل في مجال، اعرف الكارير باص بتاعه. انا خلاص اخترت اللوجيستكس، فبالتالي انا لازم ابقى عارف هو بيبدا من فين وهيبقى نهايته فين، وايه الكورسز اللي انا محتاجها عشان تاهلني للليفل اللي انا بعد اللي انا فيه دلوقتي. تمام. فادرس الكارير باص، خد الاوفر فيو بتاع المجال بتاعك من حد، من كورسز، وده كده كتير قوي موجود على السوشيال ميديا. في معلومات كتير قوي هتسهل لك فكره ان انت لما بتختار مجال تعرف الستيجز اللي موجوده اللي هتمر بيها. تركز عليه عشان سوق العمل، تركز على حاجتين، تركز على الاكسبيرينس الخبره، وتركز على السكيلز المهارات بتاعتك. خبرتك اللي انت هتتعلمه في مجالك كل يوم يبقى بيضيف لك معلومه جديده. المهارات بتاعتك طبعا مش هركز تاني وهتكلم تاني على الانجليزي، ما عادش رفاهيه، انت محتاج الانجليزي كويس جدا، بس خلي بالك من الفخ بتاع الانجليزي، ان انت مش محتاج تروح الجامعه الامريكيه عشان تتعلم انجليزي بتاع مجالك. اتعلم انجليزي بتاع مجالك من خلال الكورسز بتاع المجال، وتعلم الجنرال انجلش اللي هتعمل بيه كوميونيكيشن مع الناس. الام اس، ودي حاجه مهمه جدا، وطبعا اشهر برنامج هتشتغل عليه الاكسل، فهتعلم في كورسز كتير عن الاكسل والوورد والباوربوينت هتحتاجهم كتير. البي اس بروبلم سولفينج دي في كورسز ليها تتعلم فيها ازاي تحل المشكلات بتاعتك اللي هتواجهك. واخر حاجه الاناليسيس، ازاي تحلل الداتا بتاعتك.